مكملين مع بعض في سلسلة حاجات سهلة لللانش بوكس. النهاردة هنعمل مع بعض الكوكيز. بعد ما عملنا المافن الحادق والحلو وعملنا الكب كيك، الكوكيز اسهل من كل ده. الولاد هتحبه جدا ومن ابسط الحاجات اللي ممكن تعمليها في البيت. نتيجته مضمونة وبيطلع احلى من بره مليون مرة. خليكي معايا وشوفي هنعمل ايه. هجيب الباول بتاعي، هحط فيه كوباية الا ربع من السكر البني. مش متواجد هتحطي زي كوباية الا ربع من السكر الابيض، وعليها معلقة كبيرة من العسل الاسود. هنقلب الكلام ده كله كويس مع بعضه. بعد كده هنزل عليهم ب 100 جرام من الزبدة الطرية اللي في درجة حرارة الغرفة. بالسباتشولا بتاعتي هبتدي اقلبهم كويس لغاية ما السكر والزبدة يتجانسوا مع بعض. وصفة لا محتاجة مضرب كهربائي ولا عجان ولا اي حاجة، هتعمليها بايدك في 10 دقايق. بعد كده بزود بضايه وبحط عليهم شوية من الفانيليا، وببتدي بالمضرب السلك اليدوي اخلط الكلام ده كله كويس مع بعضه واضربه كويس لغاية ما يديني خليط لونه كده بني فاتح، وكل الكلام ده متجانس مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما هوصل للقوام وللشكل ده، هبتدي ازود نص كوبايه من رقائق الشوكولاته او الشوكليت شيبس. مهمه قوي بالنسبه لي لان هي بتديني طعم الكوكيز. ممكن تزودي عليها قطع شوكولاته، لو عندك قالب شوكولاته قطعي حتت صغيره وزودي جواه. بعد كده انا هزود نص كوبايه من المكسرات، هقطعها تقطيع خشن وهزودها. ممكن تتخطي الخطوه دي تماما، هي خطوه من عندي اختياريه لمجرد اني ازود القيمه الغذائيه مش اكتر. هزود الكلام ده كله وهقلب الشوكولاته مع المكسرات مع الخليط بتاعي تقليبه كويسه كده لغايه ما كل الكلام ده يدخل مع بعض. بعد كده يجي دور المكونات الجافه. انا بحط كوبايه ونص من الدقيق الابيض، بنخله. لو عايزه كميه اكبر ضعف الكميه واعملي 3 كوبايات وعلى ضمانتي هيطلع في منتهى الجمال. بعد ما هنخله هحط عليه رشه صغيره من الملح، وهبتدي كمان احط مكون مهم جدا 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 بيخلي الكوكيز بتاعك ناجح، هي معلقه صغيره مليانه من النشا. بعد كده هحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. طبعا لو ضعفتي الكميه هتضعفي كل حاجه قلناها. بعد كده هقلب الخليط ده كله مع بعضه برضو بالسباتشولا بتاعتي لغايه ما هوصل لعجينه متماسكه متجانسه. طبعا عجينه الكوكيز بتكون عجينه طريه لينه، مش سهل ان انت تشكليها. فانا باخدها بدخلها الفريزر لمده نص ساعه بالظبط وبطلعها، بتكون عجينه متماسكه وبقدر ان انا اشكلها زي ما انا عايزه. انا بشكله بايدي، لو عايزه تشكليه بالسكوب بتاع الايس كريم بحيث انه يطلع شكله منتظم مفيش مشكله، بس انا بحبه يبقى شكله عشوائي كده. فبجيب صاج محطوط عليه ورق زبده، وببتدي ان انا اعمله كور كده، ما تفرديهوش ولا اي حاجه، سيبي الكوره زي ما هي، وسيبي طبعا مسافات ما بينهم علشان خاطر هو هيتضاعف حجمه في الفرن. هبتدي احط شويه من الشوكليت شيبس فوق الكوكيز بتاعي، وبعد كده هدخله فرن على درجه حراره 170 او 180. 10 دقايق يا جماعه بالظبط على الرف اللي في النص، ما تزودوش عن كده. لو الفرن بتاعك بيوزع الحرارة هتلاقيه احمر من فوق. لو مش بيوزع الحرارة افتحي له الشواية دقيقتين مش اكتر، وهيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. مقرمش من بره ولونه جميل، طعمه من جوه بقى طري كده والشوكولاته فيه بجد تحفه. من اسهل واجمل الحاجات اللي تعملوها في لانش بوكس، وصدقوني على ضمانتي هيطلع ناجح جدا وسهل جدا. جربي الوصفه، ومن فضلك ما تنسيش اللايك والشير. يلا باي باي.